الفتنة عندنا في الصعيد تحصل من الترديد. يعني سمعت كلمتين، ده يزيدهم وده يعيدهم وده يزود، يحط البهارات ويحط الشطة بتاعتي. ليه يا عم؟ الناس كلها عايزة تولع في بعضيه ولا انتوا عايزين ايه؟ يا راي ده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فوقوا يا جدعان، الحاجة الخير لما تسمع بيه رددها، مفيش مشكلة، كله بصوابة. لكن الحاجة الشر اللي هتفتن الناس وهتخلي الناس تقع في بعضيه بلاش منه. خلي الناس لما تشوفك تستبشر بيك مش تشمئز منك. ولو قعدت في قعدي خليك محضر خير، تقعدش تقول لا اصلا ضربوه، اصلا عملوه، اصلا كسروه. خلاص جه صلح، يبقى انا كلمة حلوة نقولها، كلمة مفيش كلمة حلوة ما نقولش. ما عجبكش القعدة ابو عمو ما تقعدش، ريح مخك. وبعدين قريبك ولا جارك ولا الغريب ولا القريب اللي انت هتحارك معاه ده مسلم زيك، يعني دمي متحرم عليها ودمك انت متحرم عليها، فالموضوع خلصان. فما ملهاش لازمه عيل صغير ضرب عيل صغير، حب الدنيا تولع، حب الدنيا تزيط. على الطلاق دلجيت اللي هيعمل مشك ليه عايز له مليون، وعايز له 6 قدام 6 و6 للموت قدام. ارحمونا يا جدعان والله، وهدوا اللعب عشان هي ما نقصاش.